السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف كده على السريع، ودايما تابعوني هتلاقوني دايما مهتم ان يعني كل اسبوع او بالكتير قوي اسبوعين لازم اطلع لايف واتكلم معاكم عن حاجة من الحاجات المهمة اللي هنشتغل عليها الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية انا كده خلصت 3 اسابيع، فالاسبوع اللي جاي هيبقى اسبوع رقم 4. اسبوع رقم 4 ده بعد ما يخلص هيبقى في اول ريبورت شهري للطلاب المنتظمين اللي معانا. الريبورت ده هيظهر فيه ايه؟ هيظهر لنا فيه طلاب درجاتهم وحضورهم، الامتحانات اللي امتحنوها، حضور، الانتظام، عمايل الواجب، الحاجات دي كلها. ممكن تكون انت بدأت معانا متأخر، فالريبورت بتاعك هيبقى ناقص، هيبقى في متصفر في اول اسبوع وتاني اسبوع. لو انت مثلا معانا بقالك اسبوعين، طبيعي ان درجاتك ما تكونش كويسه، لان انت حتى لو كنت امتحنت فالدرجات بتاعتك هتبقى عن واحد امتحن وهو ما حضرش ال4 حصص كلهم. بالمناسبه برضو مبدئيا احنا دلوقتي بنتكلم في 3 اسابيع بس، لسه الاسبوع اللي جاي، فانت عندك فرصه كويسه ان انت تلتزم وتبقى كويس جدا ومركز الاسبوع اللي جاي كله علشان خاطر حضرتك تحسن شكل الريبورت بتاعك. الريبورت هيتبعت لولي الامر. رسالتي بقى لولي الامر، وكنت قلت الكلام ده برضو او لطلابنا، او اسف رسائل اللي بعتناها لاولياء الامور، انك وانت حضرتك بتقيم مستوى ابنك في التقرير ده، لا ما ينفعش تقيم مستوى ابنك في التقرير ده حتى لو مستواه في التقرير سيء، حتى لو كان ضعيف. الشطاره ان ان التقرير رقم 2 يكون فيه جوده عاليه جدا جدا جدا، ويكون فيه تحسن. التحسن ده هو اللي هيفرق مع حضرتك. مستر كتاب حضرتك اسئلته نظام قديم، ده كلام مش مظبوط يا فندم، ولو كان حد قال لك الكلام دوت فيبقى بيضحك على حضرتك، الا لو كان معاك كتاب من كتب الازهر. تمام، فده ممكن يكون من ضمن التشويش اللي الناس بتقوله على الشغل بتاعنا، واحنا طبعا يعني الحمد لله بفضل الله احنا الناس اللي بيتاخد من الكتب بتاعتنا الاسئله علشان الناس تعرف تعمل اسئله شكلها كويس. نرجع بقى للموضوع بتاعنا الاساسي. دايما انا بتكلم عن ان ممكن يكون الطالب لسه قدامه فرصه ان هو يحسن مستواه، ان هو يبدا لو كانش حتى لسه بدا خالص، او يبدا لو كان لسه بدا وبدايه هو عارف انها ما كانتش بدايه منضبطه وكان فيها اهمال. الاسبوع اللي جاي هيكون عندنا بدايه للمحاضره رقم 4. اقدر اقول لحضرتك ان انت عندك فرصه حلوه جدا البدايه بتاعه الاسبوع اللي جاي، اولا لانها درس مهم جدا، درس الدوله الفيدراليه، درس صعب بيعوز شرح كويس وشرح محترم، مش متصل بالدروس اللي قبله فتقدر تفهمه لوحدك حتى لو كانت اول حصه بتسمعها، ودي نقطه برضو مهمه جدا وبنحتاجها في بنكون بنبدا مع المدرس مش حاضرين معاه في الاول. طيب فارق معانا ال3 حصص اللي فاتوا؟ فارقين، ولكن انا عندي لحضرتك نصيحه في ال3 حصص اللي فاتوا. هتركز في الحصه الجديده بس، وهعمل لك خطه، انا كاتب ملخص الخطه دي في الديسكريبشن فوق، وكمان حاطين لك لينك كمان عشان لو حابب ان تشارك معانا في الاسبوع اللي جاي بتسجل بياناتك. لكن ايه الخطه؟ انك هتبدا تتعامل مع الشهر انه مش 4 اسابيع، هتبدا تتعامل مع ان الاسبوع بتاعك يبقى 5 ايام. شوف بقى خطتك ان الاسبوع 5 ايام دي تمشي معاك ازاي في شهر، يبقى انت كده حولت الشهر من ان هو متقسم ل4 اجزاء ان هو متقسم ل6 اجزاء. حط الخطه دي اسبوعي 5 ايام مش 7 ايام، وابدا ان انا في كل 5 ايام اخلص وحده او يعني جزئيه او درس. فال3 حصص اللي فايتينك في الجغرافيا والكتاب بتاع الجغرافيا اللي هو كتابي، حضرتك هتبقى عاوز ان انت تلمهم. هعمل لك خدمه حلوه جدا، والخدمه دي كمان لطلابي اللي شغالين معايا وملتزمين كريفيجن، ان انا يوم الاثنين اللي جاي الساعه 9، الاثنين اللي جاي الساعه 9 بالليل هنزل لك على قناه اليوتيوب شرح الحصه رقم 1. شرح الحصه رقم 1، والاثنين اللي بعده هنزل لك شرح الحصه رقم 2 على اليوتيوب، والاثنين اللي بعده هخليك تسمع شرح الحصه رقم 3. في اطار ال3 اسابيع دول هتكون حضرتك حضرت معايا قدام ال3 حصص دول 3 حصص ثانيه في القاعات، يبقى دي 6. لو قلنا 3 اسابيع يعني 21 يوم، هتضغط على نفسك شويه، نزود الاسبوع اللي بعده تاخد حصه رابعه، ومش هيكون في حصه يوتيوب لان مش هيبقى فايتك حاجه. فتقدر تقول ان انت لو قسمت الحكايه 5 ايام يعني في خلال شهر او 35 يوم تكون لميت كل الحاجات اللي فاتتك، ومن غير ما تكون اتحملت تكاليف اضافيه، لاني ما قلتلكش روح اشتري الاكواد القديمه. لكن لما بقى نبدا نعمل الريفيجن بتاعنا الاولاني اللي على الوحده التمهيديه وجزء من الوحده الاولى، هيكون الريفيجن ده له جزء محاضره مجمعه اسمها كومبو.
المحاضره دي لما تسمعها تكون بتسمع انت كده للمره الثانيه الجزء كله، فتقدر انك تفهمها وما تحسش ان انت مضغوط بشكل كبير. ولما نعمل ورشه الحل الاولى اللي هنبدا نحل فيها، خد بالك ورشه الحل بتخاطب طالب يعرف المعلومات وسمع الشرح، مش بتخاطب طالب ما يعرفش حاجه خالص. سمع الكومبو، يعني الكومبوهات لازم تتوزع الاول والطلبه تشوفها وتراجع قبل ما تيجي تحضر ورش الحل. فخد بالك من التفاصيل اللي بقول لحضرتك عليها في الخطه بتاعتنا. وكمان انا وفرت عليك انك تتحمل تكاليف اضافيه حتى في الكتاب. في الكتاب اصلا الكتاب بتاعي خلص، ما عادش فيه اي نسخ متاحه، يمكن ما عدا عدد بسيط جدا هيخلص خلال اليومين ثلاثه اللي موجودين. احنا حرفيا بناخد الكتب من السناتر عشان نعوض السناتر اللي عندها اقبال وعندنا في المكتب في المعادي والاونلاين، فاحنا ما عادش عندنا كتب. فالناس الجديده اللي هتجيلنا مش هيبقى قدامها غير ان هو يصور الكتاب. طيب هصور الكتاب كله، اوكي. طب لو مش عايز تصور الكتاب كله، هتعمل حاجه، هتشوف اي حد من زمايلك معاك كتاب وانت كنت اشتريت ملازم تانية او حاجه، ذاكر منها، ما عنديش مانع خالص على فكره انك تذاكر منها، بس بشرطين. الشرط الاولاني ان انت وانت بتحضر معايا الحصه تمسك ورقه وقلم وتسجل الملاحظات اللي بتميز الحصه بتاعتي عشان تذاكرها. والشرط الثاني ان انت تصور الهوم ورك والواجب بتاعي عشان خاطر لما تيجي يكون معاك متصور ومحلول، وساعتها مفيش مانع خالص. انا مش فارق معايا ان يكون الكتاب بتاعي خالص، وبقول الكلام ده من اول يوم. حتى لو سمعتوا الفيديوهات اللي نزلتها على اليوتيوب، الانترودكشن اللي كنت بقوله من قبل ما السنه تبدا، كنت بقول انا المدرس الوحيد تقريبا في مصر كلها اللي ما بيقولش للطلاب ان الكتاب بتاعه حاجه اجباري. تمام؟ ملخص الكلام اللي انا قلته ده للطلبه اللي عايزه تبدا معانا جديد هتلاقيه موجود فوق في الديسكربشن، وهتلاقي رقم التليفون، هتلاقي اللينك لو عايز تسجل ونتصل بيك. طب انت مستعجل، ممكن ان انت تتصل بالرقم المختصر اللي هو 1548، والله مش فاكر، 15458. تمام؟ هيردوا عليك وهيوجهوك لاقرب مكان. برضو في اماكن يعني مش هيكون فيها قبول لطلاب جدد، فانت هتعرف ايه المكان اللي يناسبك. طيب بالنسبه للطلبه عايز تشترك معانا اونلاين، ما عندكش مشاكل خالص طبعا يا معلم. الحصص نزلت الاولى والثانيه والثالثه، هتنزل النهارده كمان شويه على منصتنا. وهيبقى برضو في خبر عايز اقوله، ان منصه بسطتها لك بتنزل المحاضره يوم الاثنين مش يوم السبت الساعه 9، وبقيه المنصات هتنزل محاضرات يوم الاحد الساعه 9. يعني كل المنصات هتبقى يوم الاحد الساعه 9، وبسطتها لك يوم الاثنين الساعه 9، عشان بس الطلبه اللي مشتركه على المنصات ما تشعرش باي قلق لو لقيت المحاضره ما تنزلش يوم السبت الساعه 9. درجاتكم في الامتحان هتبدا تتوزع عليكم الاسبوع اللي جاي. طلابنا لازم عشان تستلم درجه امتحانك تكون حضرت في ميعاد حصتك، فلو جيت لاي سبب من الاسباب في ميعاد تعويض مش هتلاقي ورقه امتحان. طب درجه امتحانك حلوه ولا وحشه؟ هعلمكم هنا اهم نصيحه في الموضوع ده. لو جبت درجه عاليه جدا في الامتحان 14 من 15، 13 من 15، لازم تعرف ان عندك مشكله في سؤالين. فما تخليش الدرجه الحلوه العاليه تبهر عينيك تحسسك بقوه وكده، لا، انت لسه عندك غلطتين، يمكن الغلطتين دول اللي يجي فيهم سؤال في الامتحان اخر السنه. ولو جبت 6 أو 5 من 15 وكمان انت حاضر كل الحصص، عادي يا معلم. عرفت 5، اقعد بقى ذاكر ال10 اسئله التانيين. ال10 اسئله التانيين دول هجيب اجابتهم منين؟ من 3 مصادر. المصدر الاولاني ورقه امتحانك اصلا هيكون مخطوط فيها الاجابات الصح، يعني معاك عرفت الغلط ده والصح اهو. طب انا عايز اعرف بقى الصح ده هو ليه؟ لان انا ما كنتش فاهم السؤال. الاكواد اللي بنوزعها على حضراتكم مجانا للطلبه اللي بتحضر معانا، الاكواد المجانيه اللي فيها حل اسئله المستويات العليا في الواجب، هيكون فيها كمان حل الاسئله اللي اتكرر فيها خطا الطلاب في الامتحانات، وهيكون فيها الاسئله اللي بتتكرر ارسالها لفريق الماده العلميه. بالاضافه ان انت تقدر تبعت لفريق الماده العلميه من الساعه 11 الصبح ل 11 بالليل، وتبعت السؤال متصور، تبعت واتساب وهم بيردوا عليك وبيشرحوا لك، وهتلاقي في شرح وافي جدا منهم، والامور هتبقى تمام ومستقره ان شاء الله. فدايما دايما حط في راسك ان الدرجه اللي انت بتجيبها لازم تغلط فيها، الامتحان اللي انا بامتحنه لك لازم تغلط فيه، الواجب اللي انا بديه لك لازم يبقى فيه غلطات عشان تسعى للحصول على الاجابه وتعلم الاجابه، عشان تسعى للتعلم. لان انا شغلتي ان انا اوقع حضرتك في كل الغلطات الممكنه في الحصص بتاعتي، علشان ما يبقاش في اي مساحه للغلط في امتحان اخر السنه. انا مركز في اللي انا بعمله كويس جدا، الناس ما تتسرعش، احنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس. السنه اللي فاتت بدون اي مزايدات
بدون اي مزايدات. السنه اللي فاتت معظم الدرجات اللي جايبه 60 من 60 درجات نهائيه حقيقيه، وناخد خط تحت كلمه حقيقيه، هي طلابنا معظم مش كل. وفي درجات كانت مزيفه، وفي ناس كتبت درجات مش حقيقيه ونسبتها ليها. كل ده ما بيهمنيش، انا مركز في شغلي لان الحقيقه هي اللي الطلاب بيتكلموا بيها. ركز جدا جدا في الشغل اللي احنا بنقوله لحضرتك والتعليمات اللي احنا بنقولها، لان احنا حقيقي لو انت التزمت معانا حضور وما غبتش خالص ومشاهده للفيديوهات بتاعتك وانتظام، هتلاقي نتيجه عاليه جدا تكاد تكون بتضمن لك ان الجغرافيا هي اعلى درجه في شهادتك او زيها زي اعلى درجه في شهادتك. هتبقى في المركز الاول او في المركز الاول مقرر ان شاء الله. ربنا يوفقكم. ركزوا في كل كلمه انا قلتها في اللايف ده، لانه مليان تفاصيل كتير مهمه، سواء للطلاب القديمه او اللي هم معانا من الاول او للطلاب الجدد، او لتقييم طريقه تقييمك للامتحان. قلت لكم في اول السنه خاف من المدرس اللي تلاقي نفسك بعد اول حصه عارف تحل كل حاجه صح 100%. انت كده ما بتتعلمش حاجه، لان انت مستحيل بعد حصه واحده تكون مستواك بيرفكت في اي حاجه. الكمال لله وحده، والسعي للكمال محتاج مجهود وشغل واسابيع وشهور كتير. منتظرينكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وربنا يوفقكم. الاهالي لما يبعت لكم التقرير الاسبوع مش اللي جاي ده اللي بعده، احتفظ بالتقرير، اقعد مع ابنك، اتناقش مع ابنك، قول له ايه اللي حصل، اسمع منه مبررات، اكتب المبررات دي او احفظها في راسك. قول له طب انا منتظر ان المبررات دي تزول في التقرير رقم 2. دايما الساده الاهالي لازم يكونوا ليكوا قاعده مع اولادكم، مش قاعده لان في مشكله، مش قاعده لان في خلاف دلوقتي انا جايبه عاقبه دلوقتي. قول له تعالى نقعد نتكلم مع بعض، ندردش مع بعض ان شاء الله 5 دقائق او 10 دقائق كل يوم، كل 3 ايام، مره كل اسبوع. دي حاجه اساسيه لازم تحصل. الناس اللي ما امتحنتش خالص وانت داخل الاسبوع اللي جاي، هيكون بيوزعوا عليك ورقه الامتحان عشان تختبر نفسك وتعرف الاسئله وتعرف مستواك فيها عامل ازاي. ربنا يوفقكم ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع اللي جاي. درس الدوله الوحدويه والدوله الفيدراليه والاتحاد الكونفدرالي من اهم الدروس واصعب الدروس. واللي نزلنا فيديو بيقول هو انا اتطردت ليه من الامارات، من مكان في الامارات سوبر ماركت، بسبب اجابه الموضوع في الدرس ده. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. سلام عليكم.